الفيلم بيبدأ مع شهيدة طفلة من باكستان عندها 6 سنين بتكون فاقدة القدرة على الكلام بدون سبب. بيكون والدتها ووالدها رؤوف بيحبوها جدا وبيهتموا بيها، وفي يوم بتكون شهيدة بتلعب جنب بيتها لحد ما العجلة بتاعتها بتتفكك منها وبتقع من على حرف الجبل اللي هم عايشين عليه، وبتقع شهيدة كمان وبتفضل متعلقة من غير ما تطلع صوت لحد ما أهلها والقرية كلهم بيدوروا عليها وبيلاقوها. وتاني يوم بيتجمعوا مع شيخ القرية وبينصحهم انهم يروحوا مقام الوالي بمدينة دلهي في الهند، وده لان ديانتهم هي الاسلام، وبيقول لهم ان شهيدة ان شاء الله هتقدر تتكلم، لكن بسبب مشاكل سياسية قديمة بين الهند وباكستان بيبقى مستحيل رؤوف يقدر يدخل الهند. هنا بتعرض الام ان هي اللي هتوديها باي تمن، وبيبيع رؤوف كل الغنم بتاعه وبيديها تمنهم علشان تتحرك على الهند، وبيوصلوا الهند بسلام. وبتروح ام شهيدة للمسجد وبتفضل تدعي بعلاج بنتها وبترجع تاني لباكستان، لكن في طريق عودتها بيقف القطر قبل دخول الحدود بسبب وجود اصلاحات، وبيبقى الكل نايم في القطر، وبتصحى شهيدة على صوت معزة وقعت في حفرة جنب القطر، فبتنزل عشان تطلع المعزة من الحفرة وبتفضل تلعب معاها لحد ما القطر بيتحرك، وبتفضل تجري وراه وبتشاور لمامتها، وما بتعرفش تنادي عليها لانها ما بتتكلمش، وبتكون والدتها نايمة ومش شايفاها. وبيدخل القطر باكستان وبتشوف شهيدة قطر قدامها، فبتركب فيه على امل انها تمشي ورا القطر اللي فيه امها، لكنه بيتحرك في الاتجاه المعاكس وبيبعد اكتر عن باكستان. وبتصحى الام من النوم وما بتلاقيش بنتها جنبها، وبتفضل تصرخ لحد ما بتشد السلسلة اللي بتوقف القطر، وبتنزل تدور على بنتها، لكن الضابط بيمنعها من دخول الهند تاني لان القطر عدى الحدود خلاص ولازم لها تأشيرة دخول واجراءات جديدة. وبتعرف الام ان هي مستحيل تدخل الهند تاني، وبتفضل تعيط وتصرخ لحد ما رؤوف بيجي لها وبيقول لها ان اكيد حد هيلاقيها وهيهتم بيها. وبتصحى شهيدة على صوت احتفالات كبيرة والناس كلها بتكون بترقص حواليها، وبتفضل واقفة بتبص على واحد بيشرب، فبياخد باله منها وبيعزم عليها تشرب، فبتشرب الكوبايه كلها وبيفهم انها عطشانه وجعانه، فبيطلب لها اكل وبتفضل تاكل قدامه، وبيحاول انه يعرف اسمها او اي حاجه عنها، وبيعرف انها ما بتقدرش تتكلم، فبيخليها تاكل وبيسيبها وبيمشي، لكنها بتفضل ماشيه وراه، فبيفتكرها عايزه فلوس وبترفض تاخد منه فلوس، فبيوديها عند مكان عبادته وبيقول لها انها تفضل قاعده جنبه لان اكيد اهلها بيدوروا عليها، ولانها مسلمه ما بتكونش فاهمه هي قاعده فين او بتعمل ايه او ايه المكان ده، وبترفض تسيبه لحد ما بياخدها يوديها اسم شرطه علشان يسلمها هناك. وبيرفض الضابط انه ياخدها وبيقول له ان ده اسم شرطه مليان مجرمين ومستحيل الطفله تفضل هناك، فبياخد الضابط كل معلوماته، ولو في حد سأل عنها ساعتها هيتصل بيه. وبيفهم هنا ان هو بقى المسؤول عن الطفله وانها هتعيش معاه لحد ما اهلها يجي يسألوا عنها، وبياخدها لبيته. وفي أثناء الطريق بيجيله فكرة، فبيقول لشهيدة إن هو هيقول لها على كل المدن والمدينة اللي هي منها هترفع إيديها ليه، وهيفهم هو ساعتها ويبدأ يقول لها كل المدن في الهند، وما بيكونش فيه أمل. وهنا كل الناس اللي راكبة في الأتوبيس بيحاولوا يساعدوها، وكل واحد بيفضل يقول المدينة اللي فاكرها. وبيعرف هنا الركاب إن الراجل ده من مدينة بعيدة جدا في الهند، وواحد بيسأله عن سبب ليه إنه جه دلهي، فبيقول لهم بما ان الطريق طويل قدامه فهو يحكي لهم قصته، وبيحكي لهم ان هو اسمه بوان، وان والده مدير المكتب اللي في المدينة، وكان دايما بيحاول يعلمه ويثقفه، لكنه كان فاشل في الدراسة، فحاول معاه في الرياضة والمصارعة، لكن بوان ما نجحش فيها برضه، كان كل ما يكبر يفشل اكتر في الدراسة المجبر عليها، لدرجة انه سقط في الصف العاشر 20 مرة، وما كانش بيقدر يغش ولا يكذب لانه متدين جدا. واخيرا نجح وجرى يفرح والده بخبر نجاحه، بس والده من شدة فرحته قلبه وقف ومات، وقرر انه ينفذ امنية والده الاخيرة انه يروح مدينة دلهي ويقابل دياند صديق والده علشان يشغله اي شغلانة في دلهي. وركب الاتوبيس بتاع دلهي، ولما دفع الاجرة كان فاضل لواحدة من الركاب باقي، وما كانش ساعتها معاه فكة، فقالت له خلي الفلوس علشانك، فرفض ياخد حاجة مش حق، وفضل ماشي وراه لحد ما يدوروا على فكة، لحد ما فلتت منه واختفت من قدامه لانها افتكرته بيعاكسها. وكمل بوان طريقه لبيت دياند صديق والده، وبتطلع الراكبة هي بنت دياند نفسه واسمها راسيكا، وبيتعزم على الاكل، وبيكون دياند متعصب جدا لديانته اللي هي بتحرم اكل اللحمة والفراخ تماما وبتعتبر عنهم من الكبائر، وده بيكون سبب كره دياند لأي ديانة بتبيح أكل اللحمة والفراخ. وبيعيش معاهم بوان على نفس البيت على السطح، وبيبدأ إنه يعجب براسيكا وبيروح المدرسة اللي هي شغالة فيها، وبتشوف راسيكا ان بوان شخص طيب جدا وبيساعد كل اللي حواليه وما بيكدبش وما بيغشش لانه متدين جدا، فبتعجب بيه هي كمان. وفي يوم بيجيلهم ضيوف عشان يتقدموا لخطبة راسيكا، لكن راسيكا بتكون حبت بوان
وهنا بيطلب بوان راسكا وبتطلب من والدها انه يوافق على خطبتها من بوان، وبيقول لها والدها انه عارف ان بوان شخص طيب بس لازم يستحقها الاول، وبيطلب منه دياند ان بوان يشتري بيت في خلال 6 شهور وساعتها هيوافق على الجوازة. وبيكمل للركاب وبيقول لهم ان هو كان في احتفال في دلهي وهو دلوقتي في طريقه للرجوع لبيت دياند، وفي خلال 6 شهور هيقدر انه يشتري بيت وده سبب وجوده في دلهي. ويوصل بوان مدينته وبيروح بيت دياند ومعاه شهيدة، وبتكون عيلة دياناند بتحب لعبة الريكت جدا ومتابعة مبارياتها، وبيعترض دياناند على وجود شهيدة في بيته لانه مش متأكد من ديانتها، وبينصح بوان انه يهتم بنفسه. وفي يوم بتختفي موني من البيت تماما وبيفضل كل البيت يدور عليها لحد ما بتشوفها راسكا وهي قاعدة في بيت جيرانهم المسلمين وبتاكل فراخ، فبيترعب بوان من اللي بيشوفه وبيحاول انه يبعدها من عندهم، وبيروحوا اي محل فراخ وبيسيبوها قاعدة لوحدها على الترابيزة علشان محدش يشوفهم جنبها وهي بتاكل فراخ، وبتفضل تعيط وهي شايفة بتأكل بنتها وهي لوحدها، وبتروح راسكا جنبها وبتحاول تهون عليها وبتلاقي ان كل الناس بقت ترقص حواليها. وتاني يوم بياخدها للسوق وبيعدي بوان على مكان عبادته وبيخلي موني تقعد تصلي جنبه لحد ما موني بتشوف مسجد في ظهرها وبتفضل بص عليه، وبتقوم من جنب بوان من غير ما ياخد باله وبتتحرك على المسجد وبتدخل المقام جوه وبتحط الشال على راسها وبتفضل تدعي لربنا، وبيجري بوان وراها وبيشوفها قدامه بتدعي فبيعرف انها مسلمة، وبيطلع وهو خايف من ردة فعل دياناند لما يعرف، وبيطلع وبيقابل راسكا وبيقول لها انه خايف من والدها لان موني خانت ديانتهم، فبتقول لراسكا ان هي 6 سنين بس ومن غير اهلها وما ينفعش يتقال عليها خاينة، وبتفهمه انها حبته علشان قلبه الطيب وان مفيش اي اختلافات ما بين الديانات والطوائف. وبيدخلوا كلهم المقام علشان يدوروا على موني، وبتيجي موني ناحية بوان وبتحضنه لانها خافت انها ما تشوفوش تاني، وساعتها بيندم بوان ان هو قال عليها خاينة وان هو فهمها غلط، وبياخدوها وبيرجعوا تاني للبيت، وبيكون في مباراة كراكيت في التلفزيون والكل بيتفرج عليها بين الهند وباكستان، وبيكون البيت كله مبسوط ان الهند كسبانة ما عدا موني ورافضة تسقف وتفرح معاهم لحد ما تبدأ باكستان انها تكسب، والكل بيحزن وبيتنكد ما عدا موني، وبتقف قدام التلفزيون وبتفضل ترقص. واول ما علم باكستان بيظهر في التلفزيون بتروح تبوس الشاشة، وبيفهم كل اللي في البيت ان موني من باكستان مش من الهند. وبما ان دياناند بيكره باكستان بسبب الحروب القديمة اللي بينهم بيقرر ان موني ما ينفعش تعيش في بيته، وبيأمر بوان انه يروح بيها تاني يوم لسفارة باكستان ويسلمها هناك ويرجع من غيرها والا مش هيدخل البيت بيها. وفعلا بيروح السفارة وبتكون في مظاهرات كتيرة قدامها، وبيدخل بوان السفارة بالعافية وبيبلغ الموظف انه عايز يسلم موني ليهم لانها باكستانية، لكن الموظف بيرفض انه يستلمها لان معهاش اي اوراق شخصية تثبت شخصيتها ولا معاها جواز سفر علشان يبدأ في اجراءات تأشيرة الدخول الخاصة بيها، وبيأمر الامن انهم يطردوا بوان بره مكان السفارة. وساعتها المتظاهرين بيزيد عددهم اكتر وبيهجموا على السفارة وبيحاولوا يقتحموها، وبيضطر بوان انه يحمي موني من الضرب، وبياخد هو كل الضرب على ظهره لحد ما بيقدر انه ياخدها وبيهرب بره بعيد عن السفارة، وبيرجع بيها لبيته تاني علشان يسأل دياناند المفروض يعمل ايه بعد ما السفارة قفلت اي اجراءات وتأشيرات لمدة شهر. وبيقول له دياناند ان في مكتب سفريات قريب يروحوا وممكن هما يتصرفوا، لكن موظف المكتب بيقول له ان اي حد بيجيله بيكون عايز يسافر اي بلد اجنبية، وانه اول واحد يطلب منه السفر لباكستان ودي حاجة بعيدة عن امكانياته. وفي لحظة نبرة الموظف بتتغير وبيقول له انه عنده طريقة ممكن يخلي البنت تسافر بيها بس هيحتاج منه 150,000 علشان اجراءات السفر بتاعتها. وبيرجع بوان بيته علشان يعد كل الفلوس اللي معاه، وبتديله راسكا كل الفلوس اللي كانت محوشاها معاها علشان يشتروا بيت سوا، وبتقول له ان الاهم من جوازهم هو ان موني ترجع بيتها بسلام. وبيرجع بوان ومعاه موني لموظف المكتب وبيديله الفلوس وبيسلمه موني، لكن موني بتفضل تعيط وهي ماسكه فيه لانها مش عايزه تسيبه وبتكون خايفه، فبيقول لها ان ممكن حياته تتدمر لو هي فضلت معاه، وبيرمي ايديها من عليه وبيسيبها وبيمشي، وبتفضل تعيط بسبب انه سابها، وبيفضل هو كمان يعيط بسبب اللي عمله لحد ما بيشوف قدامه اكسسوار
كان عاجب موني قبل كده، فبيقرر انه يشتريها لها وبيرجع لها من تاني لانه كان غلطان انه سابها، ولكنه بيرجع بيلاقي مكتب السفريات قفل، فبيفضل يدور على موني لحد ما بيشوفها قدامه مع موظف المكتب، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه داخل بيت مشبوه بيها، وبيدخل البيت وبيفضل يدور على موني لانه مش فاهم ازاي طفلة تدخل مكان زي ده، وبيفضل يدور عليهم لغاية ما بيلاقي الموظف وهو بيبيع موني للمكتب اللي هو الشقة المشبوهة. واول ما موني بتشوفه قدامها بتجري عليه وبتحضنه، وبتكون مبسوطة جدا انها شافته وبيديها الهدية اللي هو جابها لها، وبيضرب كل اللي موجودين في المكان لحد ما بيوصل للموظف، وبيفضل واقف قدامه لحد ما يرميه من شباك البيت عقابا ليه على اللي عمله، وبيشيل موني على ظهره وبيطلع بره البيت، وبتبص موني على الموظف وهو متعلق وبتضحك، وبيروح بوان يقابل راسيكا وبيقول لها انه قرر يودي موني البيت بنفسه مهما حصل، ومش هيسمح للي حصل انه يتكرر تاني، ورغم ان مش معاه جواز سفر الا انه هيدور على طريقه يعدي بيها الحدود، وبيركب اتوبيس ويوصله على حدود البلد، وبيفضل ماشي في الصحراء على امل انه يلاقي طريقه يعدي بيها الحدود، لحد ما بيقابلوا ناس وبيقولوا له انه عندهم طريقه يعدي بيها الحدود لكن هتكلفه 25,000، لكنه بيسيبهم وبيكمل طريقه. فبينزل واحد من العربيه وبيقول له ان الحدود عباره عن حديد وسياده كهربائيه بقوه 440 فولت، ودول كافيين ان يحرقوا اي شخص يلمسهم، وانه لو كمل مشي هيتقبض عليه من حرس الحدود وهيقتلوه. وبيقتنع بوان بكلام الراجل وبيحكي له قصه موني، وبيقول له الراجل انه هياخد منهم 25,000 بس، وهيعتبرهم شخص واحد مش شخصين. وبيقربوا من الحدود وبيكون الليل جه، وبيكون في دورية جيش باكستاني بتعدي على الحدود كل 10 دقايق، والطريق هيكون نفق تحت الأرض هيعدوا منه من ضمن 4 أنفاق موجودة، وفعلا بيعدي كلهم الحدود. وبيكون بوان وموني على الأرض الباكستانية، لكنه بيرفض إنه يتحرك على الأرض إلا بعد ما ياخد إذن الدورية، فبيفتكروا الراجل إنه مجنون وبيهرب وبيسيبه قبل ما الدورية تقبض عليه. وبيفضل بوان واقف مستني أي حد يعدي عشان ياخد منه الإذن، لأنه رافض يعمل أي حاجة غلط، وبتقرب الدورية منه وبتحاصروه وبيسألوا الضابط عن هويتهم، فبيحكي له بوان كل القصة وانهم جم من خلال النفق اللي تحتهم، وديانته بتمنعه انه يعمل اي حاجة غلط، وكان محتاج ياخد منهم الاذن انه يتحرك على ارض باكستان. لكن الضابط بيأمر العساكر انهم يرجعوا بوان من نفس النفق تاني لارض الهند، ويردموا النفق وبيرجعوا بوان لارض الهند، وبتكمل الدورية ماشي لحد ما بيلاقوه في ارض باكستان من تاني، وبيقول لهم ان في نفق تاني عدى منه ومحتاج الاذن منهم، وبيفتكروه انه جاسوس وبيفضلوا يضربوا فيه قدام موني، لكنه بيصعب على الضابط بسبب ان موني بتعيط، وبيقول لبوان انه هيسيبه وان الدورية بتعدي كل 10 دقايق ومن الافضل انه لما يرجع ما يلاقيهوش، وفعلا بيسيبه وبيرجع كمان 10 دقايق وبيلاقيه واقف في نفس مكانه، فبيسأله هو ليه ما اتحركش ودخل باكستان، وبيقول له بوان ان هو ما خدش منه اذن، وان حسب ديانته لازم ياخد الاذن علشان يقدر يتحرك من مكانه. فبيقول له الضابط انه بيسمح له انه يدخل البلد بشرط انه بعد ما يرجع البنت اللي معاه لأهلها يرجع تاني للهند، وبيوعدوا بوان بكده، وبيكمل رحلته جوه باكستان في الصحراء لحد ما بيوصلوا لأقرب مدينة، وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبيكون جنبهم ضباط بتفطر وفي كلبشات جنبهم، فبتاخدها موني وبتشيلها في شنطتها، وبيكمل بوان رحلته، لكنه بيلاقي الضابط بيجري وراه وبيفتش شنطهم، وبيطلع الكلبشات من شنطة موني، وبيفكر ان بوان حرامي وبيطلب منه جواز السفر بتاعه، فبيقول له بوان ان معهوش جواز سفر لانه زحف وعدى الحدود بالليل ودخل البلد بعد ما خد اذن من الضابط، وبيقبض عليه الضابط لانه فاكره جاسوس. وفي نفس الوقت بينتشر ان الشرطة قبضت على جاسوس هندي على الاراضي الباكستانية، وبيجري صحفي سمع الخبر اسمه شاند على اسم الشرطة علشان يعمل سبق صحفي هناك، وبيصور بوان وهو داخل القسم، واثناء التحقيق بتشوف موني صورة شبه بيتها على النتيجة قدامها، وبتجري ناحيتها وبتفضل تشاور لبوان ان ده مكان بيتها، وبتكون مبسوطة جدا، وبيفتكر الضابط ان دي خطة علشان يهربوا من السجن، وبيقوم يتأكد ان موني عندها لسان علشان يثبت ان فكرة عدم كلامها دي تمثيلية، وبيمسك موني بعنف، فبيضربوا بوان وبيضرب كل اللي موجودين في القسم، وبياخدها وبيهرب لبره، وبيكون الصحفي شاند بره وبيطارده علشان يصوره لحد ما بيركب نفس الاتوبيس اللي بوان وموني راكبينه، وبيتصل بالضابط وبيقول له ان الجاسوس قدامه، وبيلاقي شاند بوان بيسأل الكمساري على صورة في النتيجة، وبيحكي بوان القصة كلها للكمساري، وبيكون شاند سمع قصته، فبيقول له الكمساري انه بيتمنى ان يكون في ناس طيبة زيه في البلد، فبياخد الصورة منه وبيسأل هو الركاب ان كان حد عارف المكان اللي في الصورة، وبيكون الضابط والدعم اللي معاه في طريقهم لاعتراض طريق الاتوبيس وبيوقفوه، لكنهم ما بيلاقوش ولا بوان ولا شاند ولا موني، وكل الركاب بينكروا
بيقولوا انهم شافوا واحد معاه طفلة في الاتوبيس، فبيسمح الضابط للاتوبيس انه يكمل طريقه، وبيكون شاند قرر مساعدة بوان وخلاهم يستخبوا وسط الشنط على سقف الاتوبيس، وبيوصلهم الكمساري لأقرب مكان ممكن يباتوا فيه لتاني يوم. وبيصحى بوان من النوم وبيلاقي نفسه نايم في مسجد، فبيتخض وبيطلع جري منه، وبيفضل واقف بره لحد ما الشيخ المسجد بيسأله عن سبب وقوفه بره، فبيقول له بوان انه مش مسلم وما ينفعش يدخل المسجد، لكن الشيخ بيوضح له ان المسجد مش بيتقفل علشان اي حد من اي ديانة محتاج مساعدة يدخله، وان الاسلام دين ما بيفرقش ما بين الديانات التانية، وبيخليه يدخل معاه وبيحكي له كل اللي حصل، وبيسأله عن المكان اللي في الصورة، وبيقول له الشيخ ان الصورة من سويسرا لان المكان مكتوب بالانجليزي فوق الصورة، وبيفقد بوان الامل انه يوصل للمكان مرة تانية، لكن الشيخ بيقول له ان في جبال شبه اللي في الصورة في مدينة كشمير، وبيخليهم يلبسوا نقاب عشان يقدروا يداروا شكلهم لان البوليس بيدور عليهم في المنطقة، وبيقدر الشيخ انه يعدي من الكمائن لان اللي معاه مش باين شكلهم، وبيوصلوا لطريق لازم يكملوا بوان مشي علشان يبعد عن الطريق والشرطة. وفي نفس الوقت بيكون دياناند عرف ان بوان راح يوصل موني بنفسه، وبيتعصب على بنته انها سمحت لبوان انه يعمل حاجة زي كده، لكن بنته بتتخانق معاه لان السبب هو تعصبه السياسي والديني، وان اخباره اختفت من ساعة ما وصل باكستان، وبتقول له انه لو اتأخر عن كده هتعمل المستحيل عشان تروح له حتى لو من غير تأشيرة دخول. وبيكون بوان مكمل رحلته لمنطقة كشمير، وبيحاولوا انهم يلاقوا مواصلات توديهم اسرع، وبيركبوا مع واحد في الطريق، وبيكتشفوا انهم ركبوا بالغلط مع مفتش المنطقة نفسه، واللي بيكون رايح الاسم بسبب ان في جاسوس هندي طليق وكل القوات بتدور عليه. وبعد ما بيوصلوا الاسم بيصر المفتش انه يبعت معاهم عسكري علشان يوصلهم للبيت اللي هم رايحينه. بيفضلوا ماشيين بالعربية لحد ما بيقفوا قدام اي بيت، وبيقول شاند للعسكري ان ده بيته، وبيلاقوا صاحب البيت راجل عجوز، فبيمثل شاند انه ابنه، وبيدخلوا البيت بالعافية لحد بس ما العسكري يمشي من قدام البيت. وبيكون مفتش المنطقة عرف ان الجاسوس معاه بنت ما بتتكلمش، وبيخمن انهم هم اللي كانوا راكبين معاه، وبيبلغوا العسكري انه يرجع بسرعة لنفس البيت عشان يقبض عليهم، لكنهم بيبقوا اختفوا من البيت. وبيكملوا هم في رحلتهم ناحية اهل موني، وبيكون معاهم شاند وبيفضل يصور كل اللي بيحصل وكل اللحظات لحد ما بيوصلوا للمنطقة اللي رايحينها، وبيدوروا على اهل موني في كل مكان لحد ما بيفقد بوان الامل انه يلاقيهم، وبيفكر يسلم نفسه للشرطة وساعتها هي اللي هتدور على اهل موني اسرع، لكن شاند بيقول له انه لو عمل كده هيموت في السجن. تترمي موني في دار ايتام، وبتيجي لشاند فكرة انه يكلم القناة اللي شغال معاها ويذيع صورهم، وساعتها ام موني هتقدر تتواصل معاهم. وبيتصل بمدير القناة وبيعرض عليه فكرة الفيديو، لكن مدير القناة بيرفض الفكرة وبيقول لهم ان دي قناة للاخبار مش مقام الوالي، وبيقفل معاه المكالمة. فبيستفسر بوان عن مقام الوالي، فبيشرح له شاند ان ده مكان مبارك وبتستجاب فيه الدعوة، فبيقرر بوان ان هو يروح المقام ويدعي هو كمان. وبيتصل مساعد شاند بيه على التليفون، وبيكون الضابط قابض عليه علشان يعرفوا مكان شاند، وبيقول له شاند انهم في طريقهم لمقام الوالي ومعاه بوان والطفلة، وكلهم بيتحركوا على المقام. وبيروح بوان ومعاه موني علشان يدعوا يلاقوا اهلها، وبيقف شاند يصور نفسه وبيحكي قصة بوان كاملة ووراه موقف الاتوبيسات، وبتكون ام شهيدة اللي هي موني في نفس المكان، لكنها ما بتشوفش شهيدة لانها بتكون نايمة، وبوان مغطي وشها بكامل عشان الشمس. وبعد ما بيخلص شاند التقرير بتاعه بيقرر انه يرفعه على اليوتيوب بعد ما رفضت قناته انها تذيعه، وبياخد باله ان الشرطة جت المقام ومعاها المساعد بتاعه، فبيجري ناحية بوان وبيحذره علشان يستخبوا من الشرطة. وبيتصل المساعد بشاند وبيقول له انهم اتحركوا على المقام تاني علشان يخلي الشرطة تبعد عن المكان، وبعدها بيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبيوريهم شاند الفيديو اللي هو عمله وبتاخده موني تتفرج عليه، وبيلاحظوا ان موني عماله تشاور على حد في اول الفيديو، وبيقدر بوان انه يخمن انها مامتها، وبيسأل موني وبترفع له ايديها وهي بتعيط بسبب انها اخيرا شافت مامتها. وبيرجع شاند الفيديو من الاول، وبياخدوا بالهم ان والدة موني نازله من اتوبيس معين، وحسب الفيديو بيقدروا يحددوا الميعاد اللي جاء فيه الاتوبيس، وبيروحوا يسألوا عنه، وبيسألوا سواق الاتوبيس عن الاماكن اللي بيجي منها لحد ما اخيرا بيقدروا يحددوا المنطقه
اللي موني جاية منها، وبيكونوا مبسوطين انهم عرفوا المنطقة وهيرجعوا موني لأهلها من تاني. لكن بسبب الفيديو اللي شاند صوره بيشوفوا الضابط وبيتأكد انه في المقام، وبينشروا كمان كل القوات حوالين الاماكن اللي جنب المقام، وبيعدي الاتوبيس اللي هم فيه على كمين فعلا. وبيقرر بوان انه يضحي بنفسه وينزل يجري من الاتوبيس عشان يجذب انتباه الشرطة ناحيته ويجروا وراه، وساعتها يقدر شاند وموني يكملوا طريقهم لحد ما بيتقبض عليه، وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وفي نفس الوقت بيكون شاند خد موني وجريوا ناحية المنطقة اللي هي منها، وبتشوف بيتها قدامها وبتجري ناحيته. وبيكون شاند مصور كل اللي بيحصل، وبتكون ام شهيدة في البيت ومش مصدقة انها شايفة بنتها بتجري ناحيتها، وبتفضل شهيدة بتعيط لحد ما والدتها بتاخدها في حضنها، وبتكون مبسوطة ان اخيرا بنتها رجعت لها. وبيكون شاند ماسك الكاميرا وبيصور كل اللحظات بين شهيدة وامها لحد ما بيسمع صوت الاناري اللي بيكون بيتضرب على بوان اثناء محاولة هروبه من الشرطة. وبينتشر الفيديو بتاع بوان وموني، وناس كتيرة جدا بتشوفه في الهند وباكستان، ومن ضمنهم كل اللي يعرفوا بوان، وبيبقى خبر في كل الجرايد وبتتحول الموضوع لرأي عام. لكن الشرطة بتعترض انها تعترف بغلطها، وبيصروا على تعذيب بوان بعد اصابته في كتفه لحد ما يعترف انه جاسوس بالعافية. وبيجي تليفون لشاند من ضابط الشرطة المسؤول عن تعذيب بوان بيحكي له اللي بيحصل، فبيعمل شاند فيديو تاني بيطالب فيه بإطلاق سراح بوان لانه بريء، وبتبقى كل القنوات نشر اخباره وفيديوهات شاند، وبينادي شاند باعتصام على الحدود بين البلدين لإجبار الحكومة على إطلاق سراح بوان. وفعلا في فجر تاني يوم بيجتمع كل الناس ما بين البلدين على الحدود مع وجود كل وسائل الإعلام علشان ينقلوا الحدث اللي بيحصل. وبيظهر بوان مع الضابط على الأراضي الباكستانية، وبيكون مهربه من ورا السلطات، فبيجري شاند عليه وبيقول له انه اوفى بوعده ليه، وان موني مع اهلها، وان اسمها شهيدة، وبيعيط من الفرحة انه نجح في مهمته. وبيحضن شاند لان ساعده، وبيتحرك ناحية الحدود الهندية، وبتبدأ كل الناس تهتف باسمه. وبيروح ظابط ناحية الحدود وبيؤمر الحارس بفتح الحدود علشان بوان يعدي، لكن الحارس بيقول له انه عنده امر بالقبض عليه، والرغم من الاوامر اللي عنده بعدم فتح البوابة الا ان عدد الحراس قليل قصاد الالاف اللي موجودين قدامه. فبيقول له ان هو مش هيقدر يفتحها، لكنه يقدر يتراجع هو وباقي الحراس. فبيهجم الشعب الباكستاني على البوابة وبيكسروها علشان يقدر بوان يعدي. وبتيجي شهيدة علشان تقابل بوان وبتجري عليه عشان تلحقه قبل ما يعدي الحدود، وساعتها ممكن ما تشوفوش تاني. وبيكون ساعتها بوان عدى الحدود الباكستانية ورايح ناحية الحدود الهندية، وبتكون راسكة هي كمان مستنياه. وبتطلع شهيدة من وسط الناس وبتفضل تشاور لبوان على امل انه يبص عليها ويشوفها، ولانها مش قادرة تتكلم ما بتعرفش تنادي عليه. ولكن فجأة بتقدر انها تنادي على بوان وصوتها بيظهر، وبتبقى اول مرة تتكلم فيها. وبيبص لها بوان وبيشوفها قدامه بعد ما قدرت تنطق اخيرا، وبتكون مبسوطة جدا انه شافها ورجع لها. وبيجري بوان ناحيتها وبيقدر انه يوصل لها في الخط الفاصل ما بين الحدود ما بين البلدين، وبيحضنها.